مساء الجمال على الناس الحلوة. بقالي كتير قوي ما عملتش حلقات من غير تيمبو، لأسباب كلكم عارفينها طبعا، وهي التكاسل، تكبير الدماغ، التفخيد. يعني بيجي عليا وقت كده اقول هو انا ليه اوجع دماغي واقعد ارغي؟ فانا كده اصلا ما حدش بيسمعنا ولا 11 واحد، فاخش اوجع دماغي ليه واحكي في قصص يعني. بس الموضوع يعني كان مغري بالنسبه لي ان انا اتكلم فيه بصراحه، وهو النكش اللي حاصل فيما يسمونه السين دلوقتي بين مروان بابلو ومروان موسى. مروان بابلو طلع في دوكيومنتري بيحكي عن الراب المصري، بيقول ان انا اللي عملت الراب المصري او خليته على الساحه. حقيقة كان في، انا بعتقد في ميس اندرستاندينج حصل في الحكايه دي. يعني انا شايف ان الناس بتهاجم مروان بابلو بشكل مبالغ فيه، واعتقد هو كانش يقصد ان هو اللي بدا راب او هو اللي صنع الراب. ما اعتقدش هو كان يقصد، كان بالتالي هو يقصد ان هو اللي حط الراب على الخريطه العالميه. يعني خلى الراب المصري يتسمع يعني يونيفرسال بقى، كل الناس بقى بتسمعه بره مصر وكده يعني. فبغض النظر عن الموضوع ده وبغض النظر عن اللي هو قاله، يعني انا حابب ان انا استرسل في قصه الماضي بتاع الراب المصري، التاريخ بالهمزه، تاريخ الراب المصري. يعني مفيش تاريخ للراب المصري. يعني انا شايف قرائف عمل فيديو مش عاجبه الكلام اللي قاله مروان بابلو، كذلك مروان موسى رد عليه، عمل شاوت اوت للرابرز القدام، اسمي كان موجود طبعا، اشكره جدا. الناس اللي موجوده دلوقتي او مثلا جمهور بابلو، جمهور ويجز او جمهور الناس دي ما عندهاش اي فكره عن ماضي الراب المصري. ليه؟ لو افترضنا جدلا ان بابلو او حد غيره طلع قال كده، انا عايز بس اوضح لكم ان دي مش اول مره حد يعمل كده. يعني هو مش اول واحد يطلع يقول كده. في ناس من اول ما الموضوع ده بدا، وفي ناس دايما تطلع تقول انا اللي عملت الراب، وفي ناس بقى كانت بتقول انا اول واحد. وعايز اقول لكم ان الجيل الاول للراب المصري في ناس فيه لسه بيتخانقوا مع بعض عن مين كان الاول لحد دلوقتي. يعني كريم راش شايف ان هو بدا الاول، بوفلوت شايف انه بدا الاول، وياسين زهران وبوفلوت طبعا هم بداوا مع بعض الواي كرو. بس انت مين اللي عنده الدليل؟ يعني مثلا انا سمعت واي كرو اول مره اعتقد 2001 2002 او 2000، مش فاكر بالظبط، بس انا اعتقد ما بين 2001 و2003 انا كنت بدات اسمعهم اول مره يعني. بوفلوت في احد تراكاته له تراك اسمه ده مش زن، ده فن، اعتقد ده اسم التراك، ده مش زن. قايل في تراك ان هو بادئ 95. مش هو بيتكلم بصيغه المتكلم الجماعي، يعني احنا. فممكن يقصد الواي كرو او يقصد هو وياسين، لان على فكره بوفلوت وياسين كانوا بيغنوا مع بعض من قبل ما يعملوا الواي كرو اصلا يعني. انا اول اغنيه سجلتها 99، بس اين الدليل؟ فكون ان كل شويه حد يطلع يقول انا اللي بدات، انا اللي عملت، انا اللي كذا، سبب ان ده بيحصل طول الوقت هو ان مفيش تاريخ. احنا ما دخلناش ميديا. يعني اعتقد اول جيل دخل للميديا بشكل قوي ممكن هو الجيل الموجود دلوقتي، جيل ويجز. قبل كده كان في محاولات، كان في MTM 2003. مش عايز اقول لم تكلل بالنجاح لان هم نجحوا، وامي مسافره وعمل حفله، دي كانت حاجه ترندي جدا في مصر يعني. هم مش ما نجحوش، بس هم ما كملوش، وما طلعش ناس تانية على نفس الخط بنفس نجاح MTM. فالموضوع نزل وبقينا فضلنا في الاندر جراوند، فضلنا في اللي هو، مش هقول اندر جراوند، هقول مثلا فن مستقل اللي هو مش موجود في الميديا. فالسبب الرئيسي اللي بيخلي اي رابر يطلع ميديا ويحصل على بعض من الشهره ويبدا ينتشر فيطلع يقول انا اللي عملته وانا السبب اللي بيخلي ده يحصل ان انت ما عندكش اصلا. يعني الناس اللي بتتابعه دي لما هتروح تدور هتلاقي فين؟ هتلاقي مين؟ مفيش. هتلاقي اخرك هتدور على يوتيوب. احنا اصلا الجيل بتاعنا لم يدرك اهميه اليوتيوب الا في فتره متاخره يعني في ناس فضلت لحد في ناس من الجيل الاول فضلت لحد 2010 مش مهتمه بقصه اليوتيوب دي خالص. كانت بتنزل على مواقع تانية، ريفرب نيشن ومواقع زي زي بوكس ومواقع كده. ريفرب نيشن لسه موجود، بس في مواقع ما عادتش موجوده، في منتديات ما عادتش موجوده. كان في منتدى اسمه egyrap.com او .net مش فاكر، ده كان بتاع رومل بي، هو اللي كان عامل الموقع دوت. ده كان موقع بيلم كل اي رابر جديد بيعمل تراك جديد لازم ينزله على الموقع عشان انت تتعرف يعني. كانش في وقتها لسه فيه السوشيال ميديا ولا اهتمام بالفيسبوك. انا عارف ان الفيسبوك موجود من 2004، انا بتكلم عن عندنا في مصر امتى تم الاهتمام بانك تبقى موجود مثلا على الفيسبوك. اعتقد كان في اواخر 2008 وانت داخل على 2009 يعني.
كان بدا يبقى فيه اهتمام بده. اليوتيوب بدا يبقى فيه اهتمام برضو على 2010. قبل كده ما كانش الموضوع، كان مرتبط دايما بمواقع تانية غريبه، منتديات، ولو دورت دلوقتي هتلاقي الحاجات دي ما عادتش موجوده اصلا. فانت ما عندكش طريقه توصل بيها للماضي، يعني غير ان واحد من الجيل القديم زي انا كده يطلع يحكي لك بقى القصص دي. انا مش عايز اقول ان انا مش عايز انتقد الهجوم على مروان بابلو، كل واحد بحقه يقول اي راي يعني. بس انا عايز اقول ان انا مش ما استغربتش ان مش قصدي عليه هو تحديدا، بس ما استغربتش ان حد يطلع يقول كده، لان طول ما هو ما فيش حاجه ارضيه وتاريخ موثوق احنا عارفينه كلنا تقدر ترجع له بسهوله طول الوقت، فاي حد هيطلع يقول اي حاجه يعني. اي حد يطلع يقول لك انا كنت بادئ مثلا من السبعينات، بس ما كنت مسجل شرايط كاسيت عندي في البيت، يعني ممكن ابقى اوريها لك يعني. فهنفضل في الحكايه دي وهنفضل في الدوامه دي. وانا شايف احنا المفروض ان احنا كجيل اول يعني نطلع نحكي حكايتنا. يعني المفروض ان كل الناس في ناس اختفت يا جماعه، في ناس ما عادتش موجوده يعني. في ناس بقوا موظفين بقى فاميلي مان بقى، خلاص بقى بالنسبه له دي ذكريات مضحكه يعني. بس انا بشوف ان الناس دي مفيش مانع ان هم يبداوا يستخدموا احنا دلوقتي في عصر متطور، انت ممكن عندك تليفونك ده عباره عن منبر اعلامي يعني. انت ممكن تطلع تحكي الحكايه، ممكن تطلع تعرفنا معلومات احنا مش عارفينها. انا شخصيا اللي من الجيل الاول ممكن يبقى في قصص انا اصلا وقعت من ذاكرتي، ما انا مش كمبيوتر يعني. لما يطلع حد يحكي يفكرني فنلنك البازل مع بعض فنعرف الحكايه عامله ازاي. انا ما اعتقدش ده هيحصل، ولكن انا بشوف ان ده المفروض ان هو يحصل، والمفروض ان الحاجات دي توثق وتنزل تبقى موجوده على السوشيال ميديا يعني وسائل التواصل الموجوده دلوقتي، بحيث ان انت تقدر ترجع للحاجات دي بسهوله. يعني مش عارف ليه ما فيش موقع زي ايجي راب بتاع رومل بي دلوقتي مثلا. طبعا بغض النظر بقى عن ان احنا اصلا حتى لو ده حصل هنواجه مشكله الانحيازات طبعا يعني حتى الناس القديمه، لان الجيل الاول كان اغلب الجيل الاول ده ما بيطيقوش بعض اصلا وعلاقتهم ببعض سيئه لحد دلوقتي، فده هيتاثر بالانحيازات. انا شلت كل انحيازاتي لما باجي اتكلم عن بشيل كل انحيازاتي. ممكن اكلمك عن ناس متخانقين مع بعض ضاربين بعض بالنار واطلع احكي لك عنهم واقول لك واديهم حقهم في المساهمه اللي ساهموها في الصناعه. انا ما عنديش مشكله في ده. غيري عنده، في ناس بتهمش اسمي عمدا، في ناس يعني شايفين ان انا ماليش اي لا، وبعدين بيربطوها بالمستوى. يعني مثلا انا ما بتكلمش على المستويات خالص، انا بتكلم مين كان موجود وبيعمل ريكوردات، مين كان متواجد. يعني كان في واحد اسمه حاتي مثلا، بس ده ما استمرش، عمل تراكين 3 واختفى. في ناس يعني ممكن اقول لك اسمهم، بس هم يعني ايه زي ما تقول كده، هم ظهروا باغنيتين 3 واختفوا. بس في ناس فضلت فترات طويله مكمله. في عندك الزيرو، في عندك مان اوف بوردز، في عندك بلاك بوليتس مثلا، في جوعراني، في وش المدفع، في اسماعيليه سولجرز طبعا. ففي ناس كانت موجوده. لما الناس دي هتطلع تتكلم، مش قصدي على ناس بعينها، بس في ناس هتطلع هتتكلم هتهمش ناس تانية، لانه مش هيعرف يسيطر على انحيازاته. هيبقى صعب انه يبقى محايد، هيربطها بالمستوى. فتقول له طب فلان انت ما قلتش اسمه، بس ما كانش له فيها ما بيعجبنيش. يعني مثلا ممكن يكون كان في رابر موجود بس هو ما بيعجبوش، فما يقولش اسمه، فيعتبر انه ما كانش موجود اصلا يعني. لكن انت لو فهمت اللي انا اقصده في قصه المستوى، يعني ان انت مين كان موجود، مين اللي كان بيساهم. اي حد كان موجود في الفتره دي هو ساهم يعني. دي حاجه المفروض ان ما ينفعش ان احنا نمسح باستيكه حد من التاريخ عشان هو مثلا كان على خلاف معاك او انت مش عاجبك اللي هو بيعمله، لان هو ده اللي كان بيحصل يعني. فانا اتمنى ان اللي انا بتكلم فيه ده يحصل. هو مش هيحصل بس اتمنى انه يحصل، واتمنى تكونوا استمتعتوا بهذه الحلقه العجيبه، واشوفكم في حلقات تانية ما تكونش بسبب نكش او لبش حاصل في السين يعني. على الرايق.